تخيل معايا كده، نهاية العالم ممكن تحصل بضغطة زرار. أو لا، استنى، من غير حتى ما حد يضغط على أي زرار. زمان في أيام الحرب الباردة كان الاتحاد السوفيتي اللي هي روسيا بالوقتي عايش في رعب دائم، خايفين في أي لحظة إن أمريكا تضربهم بصاروخ نووي. طب والحل؟ قالك نعمل نظام كده يخليهم يفكروا 1000 مرة قبل ما يعملوا أي حاجة. قاموا اخترعوا حاجة اسمها اليد الميتة أو داد هاند. النظام ده ببساطة هو عبارة عن حساسات دفنوها تحت الأرض في كل حتة في روسيا. وظيفتها إنها زي ما تكون بتستخبى عشان تسمع لو في أي هجوم نووي شامل حصل على البلد كلها. طيب إيه اللي بيحصل لو سمعت؟ بتبعت إشارة لكل القواعد العسكرية. لو مفيش حد من القادة العسكريين رد، أو لو القادة كلهم اختفوا لا قدر الله، النظام ده بيستوعب الموضوع وبيقول كده مفيش حد عايش عشان يرد عليا. ولأن اليد الميتة دي ما بتهزرش، في اللحظة دي بالظبط بتشتغل لوحدها من غير أي أوامر بشرية. بتحرك كل الصواريخ النووية الروسية وتوجهها على أمريكا وحلف الناتو وأي حد روسيا بتعتبره عدوها. يعني الخلاصة، لو حتى الرئيس بوتين وكل القيادات اختفوا فجأة من على وش الأرض، روسيا هتكون هي السبب في هلاك العالم كله. كأنها بتقول: أنا ومن بعد الطوفان.